في الفيديو ده هشرح طريقة عمل الاكونتات. تمام، هفتح اعمل استنساخ بس للفيس من عندي. التطبيقات مش شرط يكون بنفس الحاجة عندكم، المهم اعملوا استنساخ للفيس من عندكم. انا كده عملت استنساخ من عندي. تعالوا مرة كده. متابعة إنشاء حسب التالي. سماح أي أسماء، أي سن، أي رقم. هنجيب بريد إلكتروني من المعمل أهو من نسخ. تأكيد وصل البريد الإلكتروني، نحط البريد. وراح أجيب التأكيد بتاع البريد من بعمل على تمديد الصلاحية دي. تمام، أي حاجة أي حاجة 477 477 يقول لي جري التأكيد. اعملوا بقى كده الاكونت يتعامل معايا وخلاص. انا عملت الاكونت خلاص اهو، هقفله. قفلت، بمسح ازالة الحساب من الجهاز وانشاء حساب جديد. بيعمل معايا كده لحد 5 اكونتات او 4 اكونتات، في اوقات بياخد 6 اكونتات. هفضل اعمل لحد ما الفيس يقول لحد ما الاستنساخ ده يوقف معايا وما رضاش يعمل. فهاجي اعمل ايه بعدها؟ امسح الاستنساخ، بعدين ارستر الراوتر بتاع الواي فاي، بعدين اثبت الاستنساخ تاني واشتغل بعد ما رسترت الراوتر ومسحت التثبيت وثبت الاستنساخ تاني. تمام، واعمل اكونتات تاني 5 6 اكونتات بس كده. ده الطريقة.